السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. هذا الشهر الكريم الذي يتمنى كثير من الناس أن يكون العام بأكمله رمضان كي يصبح أجمل، له من الفضائل العديد والعديد، والتي لا يمكن أن تعد وأن تحصى في أوقات محدودة. هذه الفضائل أكرمنا بها رب العالمين وتفضل علينا بها في هذا الشهر الكريم، ويكفي أن فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، ليلة القدر. كثير من الأمور التي لا يمكن أبدا أن ينتبه إليها المسلم إلا في أوقات الذكر في هذه الليالي المباركة، ليالي شهر رمضان الكريم. حول فضائل هذا الشهر الكريم يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام: فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا معي الدكتور، سعداء بوجود حضرتك معنا. فضيلة الدكتور محمد طاهر رمضان، إمام وخطيب جامع السيدة نفيسة رضوان الله عليها وأرضاها. أهلا وسهلا يا سيدنا، سعداء بوجود حضرتك معنا. ونرحب بالقارئ والمبتهل الشيخ عماد النجار. أهلا يا شيخ عماد. خير بداية القرآن الكريم، آيات كريمات من كتاب الذكر الحكيم، يتلوها علينا القارئ والمبتهل الشيخ عماد النجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله، فتح الله عليك القارئ والمبتهل الشيخ عماد النجار. سلام هي حتى مطلع الفجر. أستاذنا الدكتور غانم السعيد، من فضائل هذا الشهر الكريم السلام النفسي التام بعد عناء طوال عام تقريبا. نعم. هذا السلام النفسي يفتح أبوابا كثيرة، يفتح باب التوبة وباب الأوبة، باب الاستغفار، باب الذكر، باب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هي يعني فضائل كثيرة لا يمكن أن نعيشها إلا في هذا الشهر الكريم الذي يعني أكرمنا رب العالمين فيه بهذه الفضائل. من أين نبدأ هذا الذكر؟ يعني الشاعر في بيته الشهير: يا ليت العام بأكمله رمضان كي يصبح أجمل. يعني من أين نبدأ والحديث غرام عن فضائل هذا الشهر الكبير؟ الحقيقة أولا يعني أنا سعيد بوجودي في هذا البرنامج، وسعيد بوجودي إحنا أسعد يا أستاذ. أخونا الحبيب، ومش سعيد بالمناسبة، وبنقول كل سنة وأنت طيب، كل الناس بخير طيبين وصحة وبخير، ورمضان مبارك على الجميع. الله أكرم. الحقيقة أن هذا الشهر المبارك، الشهر العظيم، إذا أردت أن تعد أو أن تحصي فضائله ويعني ما فيه من خير وما فيه من عطاء لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يصعب حصر أو عد هذه الفضائل في لقاء أو عدة لقاءات، لكن بقدر ما وسعنا الجهد فنتحدث عن هذا الشهر ونقول أن هذا الشهر في مجمله هو هدية من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأمم كتب عليها الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكل الأمم كتب عليه الصيام، وكل الأمم صامت، ولكن صوم الأمم السابقة لم يكن فيه من الخير والعطاء والفضل كما لصيام المسلمين شهر رمضان. وطبعا يعني لو خدنا ليلة القدر التي يعني إحدى لياليه ونظرنا إلى ما فيها، إلى هذه الليلة لماذا كانت ليلة واحدة من هذا الشهر، لماذا كانت، فنحن نعرف لماذا اختص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذا الشهر وبهذه الليلة. لأن سيدنا الإمام مالك في موطئه يروي أن يعني أخذ عن رجل ثقة من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا ليلة القدر، يعني رؤيا أعمار الأمم السابقة وأعمار أمتي، فوجد أن أعمار أمتي تقاصرت عن أعمار الأمم السابقة. الأمم السابقة أكثر أعمارا، وبالطبع مع طول العمر بيكثر العمل. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأعمارها قصيرة كما جاء في الحديث: ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز. فالرسول صلى الله عليه وسلم شعر بأن أمته ستأتي بين الأمم بأعمارها القصيرة، أعمالها قليلة، والرحمن الرحيم يدرك ويشعر بما يجيش في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعطاه وعدا قبل ذلك في سورة الضحى لما قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقال المفسرون لما نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رب وعزتك وجلالك لا أرضى وأحد من أمتي في نار جهنم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يبحث عن الخير لهذه الأمة، فلما رأى أن هذا الجانب عمرها قصير وسوف تكون أعمالها قليلة فأعطاه الله سبحانه ليلة القدر، فتعويضا
عن قصر العمر الموجود لهذه الأمة. وليلة القدر خير من 1000 شهر، والألف شهر 83 سنة و3 شهور، يعني وهي خير من 83 سنة و3 شهور. فلو حضرها يعني عاشها مرة واحدة في عمره خلصت. تخيل ان احنا لو عشناها بقى، ربنا أطال في العمر وعشناها 10 15 20 50 مرة. فسوف نأتي يوم القيامة أقل الأمم أعمارا وأكثرها أعمالا مكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والفضائل يعني فضائل هذا الشهر حضرتك، يعني لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث الصحيح، في الحديث القدسي، يأتي الحديث القدسي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: رمضان لي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. يعني كل عمل ابن آدم له، يعني الأجر محدد ما بين الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى إعطاء وثواب الصائم، لأن الصيام علاقة بين العبد وربه. كل العبادات ظاهرة لكل الناس عارفة أن فلان دخل المسجد فبيصلي، الناس عارفة أن فلان طلع زكاته لفلان وفلان فعارف أنه هو زكى، راح يحج فالناس عارفة أنه بحج. لكن الصائم ممكن نقول أنا صائم بس يدخل جوه ويشرب مية ويفطر ومفيش حد عارف هو صايم ولا فاطر. فحينئذ العلاقة بين العبد وربه في الصيام هي علاقة بين العبد وربه. يعني الصوم هو علاقة بين العبد وربه. فبناء على أنها علاقة بين العبد وربه فربنا قال: الصوم لي. العبد حينما يصوم لي وأنا أعرف حاله في صومي فأنا أجزيه على هذا الصوم. وهنا الصوم سيكون جزاؤه بلا حدود، لأن الذي يعطي هو الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني فضائل كثيرة طبعا لو عددناها يعني يجعل هذا كل الفضائل دي هي التي تجعل ان هذا الشهر كلنا ننتظر، كلنا، المذنب والمطيع. المذنب يريد التوبة والمغفرة والأبواب مفتوحة أمامه للتوبة والمغفرة، والمؤمن والمطيع يريد أن يستزيد من هذا الشهر الفضيل وأن يرفع رصيده من الحسنات. والحسنات كما قال ربنا في حسنات رمضان وصواب رمضان لا حدود لها، لأن الذي يعطيها هو الله وهي بين العبد وبين ربه. فيعني لو استرسلنا في ذكر هذه الفضائل لو استرسلنا فيها يعني هي كثيرة لدرجة إن احنا لو نظرنا في الآية القرآنية اللي هي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فربنا وصف الأيام بأنها أيام رمضان أيام معدودات. وكلمة معدودات هنا، الأيام المعدودات هنا معناها أنها أيام تعد وتحصى كأنها تمر سريعا على الإنسان يحصيها ويعدها، أيام الخير وأيام العطاء. فتجد أن ربنا بيشير إلى أن هذا الشهر يمر على الصائم ويمر على الذي يرجو رحمة الله. أن يبدأ ينتهي. نعم، سرعان ما يبدأ وسرعان ما ينتهي. فطبعا شهر يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل الذنوب راحت. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ده ليلة القدر، من صام نهارها وقام ليلها غفر له ما تقدم من ذنبه. لو فتشت في العطاء، القرآن يأتي يوم القيامة وهو والصيام الاثنين يشفعان للعبد يوم القيامة. رمضان ده يأتي والصوم يأتي ليشفع للعبد يوم القيامة. يقول: يا رب
بالصيام يقول يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. كذلك القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. فالقرآن شفيع، فالصيام يشفع، ورمضان طبعا صوم يشفع لصاحبه. وطبعا معروف أنه شهر مبارك، أتاكم شهر مبارك. والحقيقة يا أستاذنا برضو يعني تظل الابتهالات الرمضانية في وجدان الأمة نعم. المصرية والإسلامية يعني رمز روح لهذا كل حاجة. نعم. يعني الابتهالات ومدفع رمضان والحاجات دي كلها بتبقى جو إيماني طب وروحاني. نسمع ابتهال نسمع ابتهال مع صحيح. المبتهل الشيخ عماد النجار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقبل الشهر الكريم، أقبل الشهر الكريم، أقبل الشهر الكريم، وهل بالنفحات، وهل بالنفحات، وجاء بالخير واليمن والبركات. فتقربوا 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 فيه بالعبادات. فتقربوا فيه، فتقربوا فيه بالعبادات، وتقربوا فيه لرب العباد. يا خالق الخلق أنت الواحد الأحد، أنت الكريم، وأنت العون والسند، أنت الرجاء، وأنت الله، أنت الرجاء، وأنت الله، وأنت الله خالقنا، وللخلائق منك الفيض والمدد. ألوذ بالباب، ألوذ بالباب يا رحمن مبتهلا، وأطلب العفو منك. العفو لي رغد، وأطلب العفو منك. العفو لي رغد، يا واسع اللطف أنت المرتجى أبدا.
وأنت رب الورى يا فرد يا صمد. دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء، دقات قلب المرء قائلة له أن الحياة دقائق وثواني. فاعمل لنفسك، فاعمل لنفسك، فاعمل لنفسك قبل الموت، فالموت للإنسان عمر ثاني. بك أستجير ومن يجير سواك، بك أستجير، بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا، فارحم ضعيفا، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. قصدت باب الذي لا يغلق الباب ولا يرد على الأعتاب أوابا. ومن يجيب، ومن يجيب، ومن يجيب، ومن يجيب دعاء المضطر في كرم، ومن يلبي نداء العبد إن تاب. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأراضين عليه، وأجري يا رب لطفك الخفي في أمري وأبنائي والمسلمين. شكر الله لفضيلة المبتهل الشيخ عماد النجار على هذا الابتهال البديع. وننتقل إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد طه رمضان، إمام وخطيب جامع السيدة نفيسة رضوان الله عليها وأرضاها، حول البداية في هذه الفضائل. وكما ذكرت الأستاذنا من أين نبدأ والحديث غرام حول فضائل هذا الشهر المبارك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية كل عام وحضراتكم بخير، وأنا سعيد بوجودي مع أستاذنا الدكتور وحضرتك أستاذ عمر.
أبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من الله فلا يشقى بعدها أبدا. شهر رمضان هو نفحة من نفحات الله عز وجل لهذه الأمة المحمدية، شهر الخير، شهر البركة، شهر الرحمة. طبعا الأعمال الصالحة مطلوبة على مدار العام ويؤجر الإنسان عليها، إلا أن هناك مواسم تزداد فيها الطاعات وتتضاعف فيها الأجور، يتضاعف فيها الثواب والحسنات، وشهر رمضان على رأس هذه الأيام التي يضاعف الله عز وجل فيها الأجر لهذه الأمة المحمدية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. يبقى رحمة الله عز وجل تتنزل وتتضاعف في هذا الشهر الكريم المبارك، والحق تبارك وتعالى يباهي بنا الملائكة، يقول: انظروا إلى عباد الصائمين الذين صاموا بالنهار تركوا الطعام والشراب والشهوات، انظروا إلى عباد القائمين الذين قاموا بالليل تركوا فراشهم وتركوا أزواجهم وأولادهم وتركوا الدنيا كلها خلف ظهورهم وقفوا بين يدي الله عز وجل، فيباهي الحق تبارك وتعالى بنا ملائكته. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأروا الله من أنفسكم خيرا في هذا الشهر الكريم المبارك، سارعوا وسابقوا إلى الطاعات واستزيدوا من الأعمال الصالحة حتى يباهي الحق تبارك وتعالى بنا ملائكته، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. نأتي لبعض فضائل شهر رمضان. هذا الشهر الكريم المبارك يكفي أن الحق تبارك وتعالى جعل للصائمين بابا اسمه الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل أحد غيرهم منه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا اسمه الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق. ثم يقول أيضا في حديث آخر: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من باب الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. فيقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر نعم، وأرجو أن تكون منهم. فهذا الباب اللي هو باب الريان أعده الله عز وجل للصائمين الذين صاموا لله عز وجل. هذا الشهر الكريم المبارك يشفع الصيام فيه للمسلم كما تفضل أستاذنا الدكتور. تخيل كده حضرتك لما تيجي يوم القيامة وعملك مش موفي، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، فعملك مش موفي وانت واقف في عرض حسنة، فتجد في هذا الموقف المهيب الصيام يأتي شفيعا لك يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. طيب، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي. 5 حاجات كده الحق تبارك وتعالى تفضل بها على هذه الأمة في شهر رمضان. أما الأولى: فإذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم
ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. دي أول واحدة، لأن نظر الله عز وجل كله رحمة وكله خير، فمن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم اللي هو يعني تكاد تكون رائحته كريهة بالنسبة لنا احنا كبشر، لكنها عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، لما للصوم من مكانة عظيمة عند الله عز وجل. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته ويقول لها استعدي وتزيني لعباد الصائمين أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا، لجميع الصائمين غفر الله لهم جميعا. فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ يعني تلك الليلة لآخر ليلة في رمضان التي يغفر الله عز وجل لعباده ويمن عليهم بالعطاء والخير، أهي ليلة القدر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى العمال يعملون حتى إذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. دي مكافأة نهاية الخدمة، لكن لسه ليلة القدر موضوع تاني، لسه قيام الليل موضوع تاني، لسه إمساكك عن الخوض في أعراض الناس، كل هذا له مكانة عظيمة عند الله عز وجل. فشهر رمضان منحة وعطاء من الله عز وجل، يحتاج منا ويستحق منا أن نقف على قدم وساق، أن نستعد لهذا الشهر الكريم المبارك خير استعداد، لا نترك فيه شيئا يمر هكذا، بل نقف عند كل تفصيلة وعند كل عمل ونضاعف من الأعمال حتى تتضاعف الحسنات وتضاعف الثواب من الله عز وجل، فهو فرصة عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، لأنه فرصة ومنحة من الله عز وجل كما قلنا. ونسأل الله العظيم أن يغفر لنا في هذا الشهر الكريم المبارك، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. بارك الله فيك فضيلة الدكتور محمد طه رمضان، إمام وخطيب جامع السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. نذهب إلى ابتهال مع المبتهل الشيخ عماد النجار. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إنك إن ذكرت اسم المصطفى صارت دموع العاشقين تسيل. اللهم في هذه الأيام، اللهم لا تدع لنا في هذه الأيام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا سالما لأهله رددته. اللهم تقبل منا صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وقيامنا.
اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا للقارئ والمبتهل الشيخ عماد النجار، هو صاحب الابتهال الشهير كل القلوب إلى الحبيب تميل بدعاء، فمن نفحات الابتهالات. أستاذنا الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر الشريف، لا يخفى على أحد ما نشهده من تراجع لكثير من قيمنا وأخلاقنا، ونسعد كثيرا بأن رمضان حينما يأتي يعني الميزان يعتدل إلى حد ما، يعني نعم. يعتدل إلى حد ما، نعم. لكن يظل الأمل كبيرا أن يحقق رمضان ما لا نستطيع تحقيقه طوال العام. نعم. وهو أن هناك الحقيقة أزمات بعضها فوق بعض في الجانب الأخلاقي والقيمي، نعم. وإن لم يهذبها رمضان فهيبقى صعب تهذيبها. فكيف يعني هنفترض النوايا السليمة والقلب السليم، فكيف يسعى الإنسان من خلال قلبه السليم ونواياه السليمة إلى أن يجاهد نفسه قدر الإمكان أن تكون أخلاقه وقيمه عنوانا لهذا الشهر الكريم، حتى يحاول أن يستمر باقي شهور العام؟ الحقيقة أنت أثرت يعني موضوعا مهما له علاقة برمضان، واتصل اتصالا وثيقا بهذا الشهر، وهو أن الشهر ليس مجرد صيام وقيام، وإنما في هذا الشهر يحمل في طياته أو يؤكد في كثير من الأمور الواجب، أو يؤكد على تربية أخلاقية معينة. وهذه التربية التي هي ممكن تكون يعني في غير رمضان تضعف، في غير رمضان لا تكون بالقدر الكافي. فحينما يأتي رمضان ويذكرنا بهذه ويجعل ونسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول الصيام جنة، يعني الصيام وقاية للإنسان من الوقوع في الزلل والخطأ، وقاية للإنسان بأن ينحرف بسلوكياته. ولذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، يقول فإذا كان يوم صوم أحدكم، إذا أنت جاي يومك وهتصوم فلا يرفث ولا يصخب. دي قيمة أخلاقية مع الصوم. لا يصح أنك ترفث. الرفث وهو القول اللفظ البذيء الخارج، ولا يصخب ولا يعني يعلي صوته. يجب أن على الصائم أن صوته ما يعلاش. لو صوته علا في وقت أو آخر لا يعلو في رمضان، فده تهذيب وتربية للنفس من خلال الصيام. الصيام بيعلمنا الصبر، يعود بنا إلى هذا يعني، أو أكد لنا على هذه القيمة، إنك أنت تصبر على الجوع وعلى العطش هذه المدة، تصبر عليها وتتحملها، بيعلمك الصبر. ولذلك نستعجب من هؤلاء الذين يصومون اليوم كله في رمضان، ومثلا هم يعني يشربون الدخان، السجاير عند الإفطار يعني. فلما يأتي الإفطار يندفع إلى هذا المرض العضال، ويشرب كميات كبيرة جدا من السجاير. قد أولا هو لا يخاف على صحته، وهذه تأخذ من مالي ومن حق أولاده، في إن هم هذه أموال تحرق.
فأنت صبرت اليوم كله، ورمضان علمك كيف إنك أنت تتغلب على هذه العادة السيئة لمدة 12 ساعة 13 ساعة. ألم هذا الصبر اللي صبرته ألا تستطيع أن يمتد معك هذه الليلة واليوم الذي بعده وتتخلص من هذه العادة السيئة؟ الصيام بيعلمنا ان احنا نحافظ على حقوق الناس، على اعراض الناس وسمعات الناس، ونتجنب الغيبة وتجنب النميمة، لأن من الأشياء التي تحبط وتبطل الصوم. رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ويعني لا يأخذ عليه أجرا. ومن أسباب هذا أنه جلس مع صاحبه أو صديقه، وبعدين استدرجهم الشيطان إلى الخوض في عرض واحد من الناس. وفيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن في أطراف المدينة امرأتان كانتا صائمتان، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلهم موعد الفطار. فلما ذهب الرسول منهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ائتني بهما، فلما جاء قال لهم تقيأ في هذا الإناء، فتقيأ قيحا وصديدا. هم صايمين طول اليوم ويريدون الإفطار، صائمتان طوال اليوم وتريدان الإفطار. ماذا كان في بطنهما؟ يوم عد كل ماذا كان في بطنهما؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما نهشاه من لحوم الناس طوال اليوم، صام عما حلل الله وفطر عما حرم الله. فمن الأسباب المضيعة لشهر رمضان وأجر رمضان، وهو أمر عزيز وغالي يجب أن يحرص المسلم عليه، هذا الصواب والأجر العظيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا خطب خطبة واتكلم في هذا الموضوع الغيبة اللي احنا يجب يعني نتجنبها في كل أحوالنا وفي كل أيامنا، لكن في هذا الشهر أكثر، لأن لو ربينا عليها شهر كامل وعرفنا أن هذه الغيبة خطر على الإنسان في عبادته هيتجنبها فيما بعد ذلك. يا معشر من آمن بلسانه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من أسلم بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه لن يتتبع عورته مخلوق زيه، لأن ممكن العورات دي مخفية لحد ما فيش حد يعرفها، لكن الذي سيتتبع عورته هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته. في أدق دقائق ودق أسرار، زي أنت زي ما بيبحث وفتش على أسرار الناس ويغتاب الناس. إذا كان لك عين فللناس أعين، فمن باب أولى أن نبتعد ونتجنب هذا الأمر في رمضان، وأن نربي أنفسنا أو أن ننظف لساننا من الخوض في أعراض الناس. الحقيقة يعني هذا الشهر إذا لم يخرج منه الإنسان وقد تغير شكلا ومضمونا في علاقته مع ربي وعلاقته مع الناس، يبقى لابد أن يسائل نفسه ويتشكك في الحصول على أجر هذا الشهر، لأنه الهدف الذي أراده الله من هذا الصوم لم يتحقق عندك. أيضا أنت لما هو ربنا يريد أن يعذبنا بالصيام بالامتناع عن الطعام والشراب، لكن ربنا أيضا لما بيعلمك الحاجات دي يريدك أن تشعر بألم الجوع وألم العطش والابتعاد عن اللذة والمتعة، لأن غيرك لا يجدها، أو لغيرك من الفقراء يتوفر لديهم مثل هذه الأمور. فهو أيضا رمضان يعلمنا ويهذبنا ويطلب منا أن نراعي الآخرين من المحتاجين. تخيل أنك أنت توجعت وتألمت من الصيام والعطش في شهر غيرك يتألم ويتوجع منه في شهور كثيرة. ولذلك هو ربنا يريد من حكمة الصوم
أن يستحسنا على هذا الأمر، يعني أن نشعر بغيرنا ممن يعانون مثل ما نعاني منه في رمضان. بيدينا درس تربوي أخلاقي واقعي. نعم. يعني حضرتك ماذا ترى في هذا الشأن تحديدا؟ اللي هو ماذا ترى؟ يعني هل ترى أن الناس تستوعب الدرس؟ طبعا لا، هو حضرتك يعني مثلا ذكرت حضرتك مثال المدخنين وغيرهم وغيرهم. أي نعم نعم. طبعا هو لابد، يعني لابد نقول أن رمضان إذا لم يظهر أثره على الإنسان في حياته بعد ما ينتهي رمضان، لابد أن يفتش في نفسه هل أدى رمضان أو لم يؤدي رمضان. وكما قلنا رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. فهذه الأمور تحتاج إلى أن نتأمل في فلسفة الصيام، مقاصد الصيام. ربنا لا يريد أن يعذبنا بالجوع والعطش، وإنما يريد منا أن نأخذ العبرة والعظة، وأن نربي أنفسنا على القيم والأخلاق التي جاء بها الصوم وجاء بها رمضان. أستاذنا الدكتور غانم السعيد الحقيقة لمس يعني أمرا هاما. ديننا الإسلامي الحنيف حينما أكد على العبادات فإنه أكد عليها لاستقامة المعاملات، ومن هنا كانت المعاملات أمرا حتميا، فجاء رمضان ليؤكد على هذه القيمة أكثر وأكثر، وأن يعني الأمر كله ليس بحركات يؤديها الصائم ليل نهار، وإنما هي بأخلاق يجب أن يتحلى بها قدر الإمكان. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم. نعم. وطبعا يمكن بعد الفاصل وبعد يعني الدكتور محمد طه رمضان هنسأل فضيلة الدكتور غانم السعيد كونه أستاذا جامعيا في المقام الأول كيف رصد رمضان في السنوات العشر الأخيرة عاما بعد عام، وما الذي يمكن تحقيقه من خلال رصد للسلبيات المجتمعية، لأن كل ما نسعى إليه جميعا الآن هو استقامة المجتمعات وليس أمر آخر، يعني سواء بالعبادات سواء بالطاعات سواء بالأخلاق سواء بالإنسانيات سواء بما يعني يمكن أن يتحقق لنا كبشر نستطيع تحقيقه من خلال يعني التعاون حتى يستقيم المجتمع فيما بينه وبين بعضه بعضا، ويتحقق يعني فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن المؤمن، هذا الحديث الشهير إلى آخره. فبعد الفاصل إن شاء الله نتابع مع ضيوفنا الكرام حول هذا النهج الذي من خلاله تستقيم الأمم والمجتمعات بالأخلاق والعبادات. نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ويسعدنا أن نجدد التحية والترحيب بضيوف هذه الحلقة الأفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. سيدنا الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب جامع السيدة نفيسة رضوان الله عليها وأرضاها. أهلا وسهلا. نجدد التحية والترحيب بالقارئ والمبتهل الشيخ عماد النجار. أهلا شيخ عماد. ربنا يحفظك. ما زال الحديث مستمرا حول فضائل شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي كله رحمات من عند الله عز وجل، هذا الشهر الذي يتمنى فيه المسلم القرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل نية مخلصة وقلب صاف سليم. يمكن معي الدكتور يعني كان الحديث قبل الفاصل يتعلق بأمور عدة، من هذه الأمور هي التربية التي نعم يعني وهو ما نسعى إليه جميعا. نعم. ونعلم يعني أن الله سبحانه وتعالى حبانا كل هذه الفضائل من أجل استقامة يعني النفس التي تؤدي إلى استقامة المجتمع. نعم. إعلاء هذه القيم يأتي بتربية النفس تربية سليمة. نعم. طيب كيف يربي الإنسان نفسه في رمضان، خاصة أنه يعني يصوم لله عز وجل ولا يصوم لأحد آخر، عبادة ليس فيها أي مراءة؟ نعم. والحقيقة أن كما قلت
قبل ذلك بأن هذه العبادة بين العبد وبين ربه، وأن هذا الأمر يعني يتطلب أن أيضا أن العبد يراقب الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاته وفي كل أفعاله، ويزنها بميزان الإسلام، ويستخلص من كل شيء يأتي في رمضان أو كلف به في رمضان، من أول الصيام إلى قيام الليل، إلى قراءة القرآن، إلى إخراج زكاة رمضان، زكاة رمضان الفطر. كل هذه الأمور لابد أن يستخلص منها الدروس والعظات التي يعكسها على نفسه ويلتزم بها. رمضان مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان جوادا بطبعه وسخيا، فكان حينما يأتي رمضان يكون أكثر سخاء وأكثر جودا، حتى كانوا كما يقال أكثر يعني عطاء من الريح المرسلة. هذا نوع من تربية النفس على الكرم والجود والعطاء والبعد عن الشح والبخل المعود في النفس، وتخلصها من هذا الأمر. أيضا الإنسان لابد أن يعود نفسه في رمضان ويربيها على كثرة العطاء بكل أنواعه، والحمد لله يعني نرى أن هذا يعني موجود ونلمسه في الواقع وفي الحياة. لما نرى أن يعني في رمضان الموائد التي تمد في موائد الطعام التي تمد في كثير من شوارع مصر وأحيائها، وحتى على الطرق تجد الناس تقف على الطرق يعطون لكل صائم فطوره إذا أدركه الفطور يعني. فأيضا نجد يعني من دروس رمضان، أنا يعني حقيقة أعرف زميل لنا في كلية الإعلام، هذا الإنسان أول سنة تعود على العطاء في رمضان، وكان يعني أقام مائدة. كنا شباب لسه، وفي أول عملنا في الجامعة ومدرسين لسه، فالحالة لم تكن بالقدر الذي يسمح إن يعني يقيم، لكن ربنا يسر الله الأسباب فأقامها. جربها وكانت النية مثلا متجهة إلى أن تقول لها أسبوع على 10 أيام، فأعانه الله سبحانه وتعالى على أن يكمل بها شهر رمضان. وتخيل حضرتك أن هذا الأخ والزميل العزيز إلى الآن منذ 40 سنة لا تنقطع مائدته، لا في رمضان ولا في غير رمضان، وأعطاه الله سبحانه وتعالى على هذا العمل وهذا يعني هذا الطعام للصائم وطعام الفقراء والمساكين. أعطاه الله سبحانه وتعالى عطاءات لا حدود لها. وطبعا يعني أنا كنت بصراحة بنتهز هذه الفرصة وآخذ أبنائنا من الطلاب الوافدين، وآخذ أبنائنا في الكلية اللي هم لهم ظروف خاصة، وأذهب بهم إلى مائدته في مدينة نصر. ويعني شيء مبهج ومفرح للنفس، وأن تكون البداية هي فكرة استوحاها من شهر رمضان فتستمر لمدة ما يقرب من 40 سنة إلى الآن، لدرجة أن كثيرا من الناس في الصحافة والإعلام تحدث عنه، عن هذه المائدة اللي يعني تكون مائدة تستمر في أيام السنة كلها، ومش وجبة واحدة. اللي عاوز يفطر يروح يفطر، اللي يروح عاوز يتغدى يتغدى، اللي يروح يتعشى منصوبة طوال السنة طوال العام. فهذا أيضا تربية للنفس بدأت برمضان، تعود عليها أكرمه الله وسار على درب. المهم المواصلة، يعني احنا لا نعيش رمضان فقط، فرمضان يعني شهر، ولكن السنة كلها والعمر كله انت بتمارس حالة تدريب على أشياء، تدريب عملي على عطاءات معينة وأعمال معينة بتؤجر عليها وبتاخذ ثوابها وأجرها. أنت أثر رمضان عليك بقى إن هذه الأمور تستمر بعد رمضان، هذه التربية تظهر عليك بعد رمضان. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيعلمنا يقول لك: وإن سبه أحد أو شتى أو قاتله، خدت بال حضرتك، فليقل إني صائم إني صائم. خدت بال حضرتك، كأن الصيام يذكر له بأن للصيام واجبات وحقوق، وأن الصيام يرضعه
عن الغضب ويمنعه من الغضب، وأن لا يرد على الذي سبه أو قاتله. فطبعا ده كله دروس في التربية، ومن نعم الله علينا أن يكون عندنا مثل هذا الشهر بهذه العطاءات، لأن الأمم الأخرى تعيش في حالة يعني عاوز أقول جوع نفسي تحتاج إلى مثل هذه الأمور. ولما يعرفوا هذه القيم والأخلاقيات التي يحث عليها رمضان أو يجب أن يتحلى بها المسلم في رمضان، ينظرون نظرة إعجاب وإكبار لما يجدوا أن هذا الشهر الذي كلفنا به يقومون عليه بدراسات، فيتضح أنه يجب أن حتى يحافظ الإنسان على صحته أن يصوم صوما كصوم المسلمين لمدة شهر، حتى أن الجسم يعني كيان الجسم ينسجم مع بعضه ويعيش ويعيش كده سليم ويعيش. فكأن رمضان علاج أيضا للصحة، كما أنه علاج للنفس فهو علاج للصحة. فالحقيقة يعني هذه عطاءات كثيرة جدا، والحمد لله في الكليات. حضرتك الكلية أنا كنت عامل الإعلام وطبعا وعامل كل اللغة العربية، كنت أجد الناس تأتي يعني متخفية حتى تعطي في رمضان للأبناء الأولاد اللي ما دفعوش مصاريفهم، للأولاد اللي هم محتاجين، للأولاد اللي ظروفهم صعبة، اطلبوا منا إن احنا نقدم لهم الناس ديت الحقيقة. وبرضه نجد يعني لا يكاد يخلو يوم من وجود ما يعرف بشنطة رمضان. فالحقيقة ده كله بيعطينا يعني بيعطي لرمضان وقع خاص في نفوس المسلمين، وبربي النفس على العطاء والبذل وان هي دائما تنتظر هذا الشهر مثل هذه الامور يعني وتحققها. الله يبارك في حضرتك فضيلة الدكتور. نذهب إلى ابتهال مع المبتهل الشيخ عماد النجار. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء لا دار للمرء لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير فإن بناها بخير فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. يا عاشقين الحبيب النبي مدح النبي غيا بنور القلب من أنوار إلهية. يا عاشقين الحبيب النبي يا عاشقين الحبيب النبي يا عاشقين الحبيب النبي مدح النبي بنور القلب من أنوار إلهية. امتى أزور النبي امتى أزور النبي امتى أزور النبي وأشاهد الأنوار وأشاهد
شاهد الأنوار وأتاهد الأنوار، وقل يا خير الورى نظرة رضايا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأنوار وسر بقائها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكرا المبتهل الشيخ عماد النجار. سيدنا الدكتور محمد طه رمضان، الحقيقة برضو يعني هي محاولة لمعالجة السلبيات حتى يعني نستفيد من ثواب الصيام قدر الإمكان بحجج كثيرة. من ينامون إلى يعني قرب آذان العصر وما بعدها، مش هنقول للمغرب، يعني خلينا فيما هو في النسب. أستاذنا الدكتور يعرف طبعا أحسن مننا في النسب الإحصائية، أنت بتحاول تاخد النسبة المعقولة يعني من ينامون بنهار رمضان بحجج كثيرة لا تسمن ولا تغني من جوع. يعني ماذا نقول لهم برفق ولين؟ يعني لهذا الحد يعني أصبحنا يعني ضعفاء، وأصبحت الرغبات أقوى طاغية على يعني المشاعر والأحاسيس الروحية التي يجب أن يمتلكها الإنسان. حقيقة كما تفضل أستاذنا الدكتور وقال بأن شهر رمضان لابد أن يترك أثرا طيبا في النفوس البشرية، لأن لو حضرتك فضلت في رمضان زي قبل رمضان وبعد رمضان يبقى كأن الصيام لم يترك شيئا في نفسك. لا، ده شهر رمضان هو شهر الأخلاق، لابد أن تتحلى فيه بمكارم الأخلاق وأن تضبط النفس ضبطا تاما قدر المستطاع. الأخلاق الكريمة اللي جاء بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل إنه صلى الله عليه وسلم اختزل بعثته الشريفة في إتمام مكارم الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق صرح، وهي موجود حتى من قبل الإسلام، كان هناك الشهامة والمروءة وإكرام الضيف وما إلى ذلك، فجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لإتمام هذه المكارم الكريمة والحميدة، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حتى أن الفيروز أبادي قال اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولما ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تجسد شخص النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وفي رواية كان قرآنا يمشي على الأرض. هذه الأخلاق الكريمة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحلى بها في رمضان وفي غير رمضان، غير أنه صلى الله عليه وسلم أكد عليها في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه. لأن موضوع الصيام ليس إمساكا عن الطعام والشراب فقط، لا، ده الأمر أكبر من ذلك. هناك إمساك عن الشهوات، هناك إمساك صيام الجوارح كلها تصوم. العين تصوم حين تترك النظر إلى ما حرم الله عز وجل، وكذلك اليدان حينما لا تمتد إلى شيء لا يرضي الله عز وجل، وكذلك القدمين. الجوارح كلها لابد أن تعيش حالة الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه، لأن ليست الغاية من الصيام اللي هو إرهاق المسلم بالابتعاد عن الطعام والشراب. لا، ليست العبادات مجرد طقوس، وإنما هي شعائر. كل شعيرة من الشعائر فرضها الله عز وجل لحكم جليلة. ففي الصلاة مثلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كل العبادات تدعو إلى مكارم الأخلاق. طيب، وفي الزكاة
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر نفوسهم وقلوبهم وتزكيهم وتسمو بهم وبأرواحهم. وفي الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بكل ما تحويه كلمة التقوى من معان جليلة وقيم عظيمة يدخل فيها مكارم الأخلاق، الصدق والكرم والأمانة، كل هذه تدخل في كلمة التقوى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن العبادات كلها تدعو إلى مكارم الأخلاق. ولذلك قال الفيروز أبادي اعلم أن الدين كله خلق. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعاملة، لأن أخيك المسلم لن يأخذ شيئا من صلاتك ولا من صيامك ولا من حجك. دي العبادات العلماء قالوا عن هذه العبادات أنها عبادات قاصرة، فقالوا هناك عبادات قاصرة وعبادات متعدية. العبادات القاصرة هي التي يقتصر نفعها على أخوك المسلم، ما استفادش منك بحاجة. حضرتك صمت لنفسك خدت أجر الصيام، لكن أخوك المسلم ما استفادش منك بشيء، فهذه عبادات قاصرة. لكن هناك عبادات متعدية تترك ثوابا للمسلم ولأخيه المسلم، فهي عبادات متعدية تتعدى نفعها غيره، تصل إلى غيره. الصدقة عبادة متعدية لأنه يأخذ الثواب على إخراجها ويساعد غيره على المعيشة وعلى العفاف العفة، فهذه عبادة متعدية. فلذلك الهدف من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعثته الشريفة إتمام مكارم الأخلاق. ولذلك سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. لا، الموضوع مش نبعد عن الطعام والشراب فقط، لا، ده الجوارح كلها تعيش حالة الصيام. ما ينفعش تبقى صايم عن الحلال وتخوض في أعراض الناس، ما ينفعش تبقى صايم وتسرق وتزني وتقتل ويعني تخوض في عرض هذا وتسب هذا وتشتم هذا وتسيء إلى هذا، فتخرج من صيامك صفر اليدين. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ما استفادش أي شيء من صيامه إلا الجوع والعطش فقط، لكن لم يأخذ أجرا. واللي احنا قلنا أن الأجر والثواب في رمضان عظيم، الله عز وجل يضاعف فيه الأجر والثواب. لو جيت مثلا في قراءة القرآن لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف، من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة والحسنة بعشرة أمثالها. ثم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شوف حضرتك احسب كده 3 حروف أخذت على كل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. وكمان في رمضان الأجر أكتر من أي وقت آخر في العام. فشوف حضرتك ال3 حروف دول بس لو نطقتهم وقرأت القرآن في رمضان هتاخد حسنات قد إيه. إذن استفيد من هذا الشهر، أحسن استغلاله، استغلال أيامه ولياليه، أكثر فيه من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر فيه من الاستغفار، أكثر فيه من قراءة القرآن. الصحابة كانوا بيسخروا هذا الشهر الكريم لقراءة القرآن، حتى طلبة العلم لما يدخل رمضان كانوا يتركون العلم، طلب العلم في هذا الشهر، ليسخروا أوقاتهم كاملة في قراءة القرآن، وبعد ذلك يكملون العلم، لا حرج في هذا. قم بين يدي الله عز وجل في هذا الشهر الكريم المبارك القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لا تترك هذا الشهر الكريم يمر هكذا، لا، أقف عند كل شيء فيه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا دخل الليل وجن الظلام
وخلا كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم، وافترشوا لله جباههم، وناجوا ربهم بقرآنه، وطلبوا إحسانه وإنعامه. يقول: فإن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. الله عز وجل يقذف من نوره في قلوب القائمين. ولذلك سيدنا الحسن البصري لما سئل: ما بال القائمين بالليل أنظر الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره. ثم قال، أنشد قائلا: قاموا يناجون الإله بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا، ستروا وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا. فعلينا أن نحسن هذه الأيام وهذه الليالي، فهي أيام معدودات كما وصفها الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد طه رمضان، إمام وخطيب جامع السيدة نفيسة رضوان الله عليها وأرضاها. نذهب إلى ابتهال مع المبتهل الشيخ عماد النجار. ليلة ميلاد النبي النور ملا الأكوان، ليلة ميلادك يا طه النور ملا الأكوان، دقت طبول الفرح للزين في كل مكان، والبشرى وصلت آمنة، البشرى وصلت أمينة من الواحد الديان، يقولوا لها مبروك يا أم الحب والإيمان، جالك عروس القيامة، جالك عروس القيامة، جالك عروس القيامة، حينور الأوطان وحيمحي كل الظلام، والنور علينا يبان. فرحة آمنة وقالت يا فرحتي بولدي، لما وضعت الحبيب النور عليا بان. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أنت شمس أنت قمر، أنت نور فوق نور،
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على أحمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا للقارئ والمبتهل الشيخ عماد النجار. وفضيلة الأستاذ الدكتور غانم السعيد، يعني ما جعله رب العالمين رحمة للناس أجمعين شهر رمضان المبارك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله سبحانه وتعالى لأمته العربية الإسلامية ومنها العرب. وهذه اللي حضرتك وصفتها بأنها هدية أو منحة ربانية وشهر رمضان الكريم، فيما يتعايش الإنسان بينه وبين نفسه في هذه الأخلاقيات وهذه السلوكيات. يعني نرى أنه من الأهمية بمكان أن تسمو أمور كثيرة، يعني منها العبادة، يعني على ما يقابل الحياة اليومية من غضب وانفعالات وجنوح للمادة وما إلى ذلك، برضو نراه محدودا. احنا طبعا الأحاديث الشهيرة من لم تنهوا يعني العبادات، لكن عايزين نقول يعني وهذا التعايش النفسي، احنا الصفاء النفسي أو الروحي كما يقول عنه المتصوفة الكبار هو مفقود. نعم. وحتى يعني حتى في أيام رمضان تجد حضرتك برضو الجنوح إلى المادة والتعامل يعني اللطيف، أن يكون الإنسان لينا في يد أخيه، ليس موجودا حتى في المساجد، حتى في صلوات التراويح. فكيف ننتقل إلى هذا الجانب الروحي الذي يجب أن يضفي على فضائل هذا الشهر الكريم نوع من أنواع السلوك الذي يجب أن يكون، يعني مش هقول محمود، خليه حتى مقبول. نعم. هو الحقيقة أولا يعني قبل أن يعني أتحدث في هذا الأمر أريد تعليقا على ما قيل بالنسبة لحضرتك إن إحنا حكاية إن يأتي رمضان فنعيش في عكس ما يريده منا رمضان. يعني رمضان ليس شهر النوم، رمضان شهر العمل، شهر العطاء، شهر البذل. لكن حينما يعني أرى أن حتى يعني يستمر العمل أو واصل الصيام، إن أنا أنام لا يمنع أنك تستريح في يومك، لكن لا أبدا، لا يكون أبدا رمضان سبب في إيقاف عجلة العمل في الحياة وفي البلد وفي الوطن. ولنا في هذه دروس عظيمة أن المسلمين ما حققوا أعظم انتصاراتهم على مستوى التاريخ إلا في خلال شهر رمضان. موقعة بدر، هذه الموقعة الفارقة في تاريخ الإسلام، حدثت في رمضان. فتح مكة، هذا الفتح العظيم، حدث في رمضان. في فتح عمورية، وده كان آخر حصن للروم في البلاد الإسلامية. ظل كثير من الخلفاء والحكام يذهبون إليه ليفتحوه فلا يتمكنوا، لأنه كان حصن متين وفيه يعني كانوا يحافظون عليه بشدة، وفيه قوة تمنع أي حد يأسف إليه ويحتل لغاية ما جاء الخليفة المتوكل. وجات له رسالة صرخة من امرأة هاشمية تستغيث به وتقول ومعتصماه، لأني فيه واحد من الروم تحرش به أو تنمر به. فوصلت هذه الاستغاثة لما تنمر بها، صرخت في وجه هذا العلج الرومي وقالت ومعتصم، هذه الصيحة التي يعني كلنا نعرفها. فوصلت للخليفة المعتصم، فمن أجل هذه الصرخة جيش الجيوش وفي رمضان
وكان في أيام الشتاء والبرد قارس والتلج مغطي الأرض، والمنجمون كان أيامها التنجيم مشهور والمنجمون كثر، فقالوا له كتبنا بتقول إنك أنت لا تستطيع أن تفتحها إلا في أيام العنب والتين، اللي هو أيام الربيع. وإني قالوا له عبارة كده إن لابد أن يكون في الجيش الذي يفتحها من المسلمين أبناء زناه. فهو قال لهم والله بالنسبة للأبناء الزناه أنا معايا منهم كتير، أبناء الروم اللي دخلوا والفرس اللي دخلوا الإسلام ما كانش في زواج عندهم، فمعايا منهم كثير. لكن أما حكاية بقى إن العنب والتين فأنا يعني معتمد على الله. وفعلا راح وفتح في ظل هذه الظروف وفي رمضان، ويحقق هذا الانتصار العظيم الذي حدث في التاريخ الأمة في ذلك الوقت، وهو أمر لا يعرفه أهميته كثير من الناس، لكن التاريخ يقول أن هذا كانت آخر ما تبقى للروم في بلاد العرب في ذلك الوقت. وثم نأتي إلى حطين، لا اللي هي بتاعت قطز، عين جالوت. هذه الموقعة التي صدت الهجمة المغولة على العالم الإسلامي وما فعلوه في هذا العالم وقعت في رمضان. حرب أكتوبر 73 وقعت في رمضان. انتصرنا على تحطيم أكبر مانع مائي، عبور أكبر مانع مائي، وتحطيم أكبر خط برليف. ده كان أعظم خط حماية لإسرائيل مما فيه من معدات وأسلحة إلى آخره. وفي رمضان وأثناء الصوم الساعة الثانية ظهرا تصدح كلمة الله أكبر ويعبر الجنود قناة السويس ويحطمون خط برليف ويرفعون العلم المصري، ويرفض الجنود الذين قاموا وحققوا هذا النصر. صدرت لهم التعليمات بأنهم يفطروا، رفضوا أن يفطروا وأصروا على صيامهم، فحقق لهم الله هذا النصر العظيم. فقس هذه المعارك على من ينامون الآن. هؤلاء الذين ينامون الآن هذه حالة من الطرف، وحالة من عدم المبالاة، حالة من عدم الإحساس بالمسؤولية. الوطن يحتاج رجاله ويحتاج شبابه ويحتاج أن في كل وقت أن يعملوا، خاصة في رمضان. إنك أنت لما هذه اليد وهذا الجسم يظل يكد ويتعب طوال اليوم وهو يعمل وينتج ويقدم، ثم يأتي آخر اليوم كده يجلس على مائدة فطاره بعد أن مسح عرقه طول اليوم من عمل ليأكل يفطر ويدعو الله في فطوره دعوة لا ترد. انظر إلى قيمته مع نفسه، ما قيمته مع نفسه وقيمة الآخر الذي قام الليلة وقرأ قرآن ثم خلاص شد الفرشة ونوم لغاية ما يجي المغرب التاني. هذا ليس هو المراد من التشويه لمعنى العبادة، تشويه لمعنى هذه العبادة. أمر آخر في هذا الموضوع إن كلما كانت الأجر عظيم والعطاء كثير في عبادة، فلما الإنسان لا يغتنمها، أنا لا أقول لا يستغلها، لا يغتنمها ويأخذ ما فيها ويأخذه التكاسل ويأخذه التهاون ليجعل الأيام تمر عليه والوقت يمر عليه دون أن يفيد من هذه العطاءات التي تأتيه من كل اتجاه، من كل اتجاه. يعني حينما يكون في رمضان وحتى لو نام ليستريح بعض الوقت هو في عبادة، هو في نومه في عبادة. فأنت ما أمامك فرصة إنك أنت تتخلص من كل أوزارك الماضية، والفرصة مضاعفة من كل النواحي، ثم تتخلى عنها، فأنت المسؤول وليس لك عذر عند الله ولا عند رسول الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يخطب في الناس يوما، هو صعد أول درجة سمعوه يقول أمين، ما كانش حد بيكلمه. ثاني درجة أمين، ثالث درجة أمين. الصحابة يتابعون ولا يرون أحدا يتحاور مع رسول الله. فلما نزل من على منبره وأنهى صلاته تقدم إليه صحابي يقول له يا رسول الله سمعناك تقول أمين 3 مرات ولم يكن أحد يحدثك.
فقال صلى الله عليه وسلم: عرض لي جبريل أو أتاني جبريل وقال: يا محمد، دخل النار من أدرك، فأول أمين، دخل النار من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، بعد عن رحمة الله. قل أمين. فقال صلى الله عليه وسلم: أمين. من أدرك شهر رمضان الفرصة ولم يغتنمها ما عادش ليه حاجة عند ربنا ولا عند رسول الله. وقد يسأل سائل، وطبعا الثانية كانت من أدرك أحد والديه أو أحدهما حيا ولم يدخله الجنة. الثالثة: من إذا ذكرت في مجلسه يا رسول الله فلم يصلي ويسلم عليك. الثلاثة دول مبعدون عن الجنة وذاهبون إلى النار بأمر من الله وبموافقة من رسول الله. واحد يسأل ويقول: طيب ليه هو ربنا يريد من أحد أيا كان أن يؤمن على أمره، أن يؤمن على قراره، أن يؤمن على قضائه؟ ما يحكم عليهم يدخلوا النار فيدخلوا النار وخلاص. لكن يطلب من حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يؤمن على أمره، والتأمين عن الموافقة، يعني يوافق الله فيما أمر به. هل ربنا محتاج موافقة من أحد؟ فليه كده؟ لأنه في حكاية اللي احنا قلتها في الأول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقال: وعزتك وجلالي لك يا رب لا أرضى وأحد من أمتي في نار جهنم. مش أرضى، هفضل أشفع فيهم لغاية ما طلعهم من نار جهنم. وربنا قبلها منه لأنه اداله شيك على بياض: ولسوف يعطيك ربك فترضى. واحد من أمة محمد في نار جهنم، هو مش هيرضى من سيدنا رسول الله. فقال له كأنه يقول له: يا محمد، أعطيتك الوعد ما تريده لأمتك، لكن أريدك أن تخرج هؤلاء من هذا الوعد، فلا تشفع لهم ولا تطلب لهم شفاعة. أمن يا محمد. فأمن صلى الله عليه وسلم على الثلاثة. فالصائم الذي لا ينتهز فرصة رمضان ولم يخرج من ذنوبه يخرج من ذنوبه التي تقدمت مغفور له، فإنه لا يطلب ولا ينتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شفاعة أو أن يكون من شفاعه، لأنك أنت جاءتك الفرصة فلم تستغلها، فماذا تريد بعد ذلك؟ هذه يعني أمور يجب توضيحها. ركائز. نعم. فضيلة الدكتور محمد طه رمضان، يعني والسؤال الأخير: الحديث الذي نعرفه حديثا صحيحا أن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، اختلف فيه في السنوات الأخيرة، يعني فمنهم من قال لا، هو الشهر كله رحمة ومغفرة وعتق من النار، وليس يعني 10. طيب يعني ما صحة هذا الأمر أولا؟ وثانيا يعني العشر الأوائل التي نعرفها جميعا منذ أن كنا صغارا بأنها شهر الرحمات، بأنها 10 الرحمات، وبعد ذلك المغفرة، وبعد ذلك العتق من النار. فهل هذا كان حديثا يعني يحتاج إلى تدقيق وتصحيح، أم أنه حديث صحيح واختلف عليه؟ وما الثابت في هذا الأمر؟ حقيقة يا أستاذ عمر، هذا الحديث مختلف في صحته كما تفضلت، فمنهم من صححه وحسنه ومنهم من ضعفه، لكن المعمول به أن الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال، ولا شك أن هذا الحديث في فضائل الأعمال، فلا حرج من أن نأخذ به وأن نعمله، لأن القاعدة تقول: إعمال الدليل خير من إهماله. فطالما حتى لو حكمنا بضعفه فلا حرج أن نعمل به، وإن كان رمضان كله رحمة، وإن كان رمضان كله مغفرة، وإن كان رمضان كله عتق من النار. فهل معنى حضرتك لو أنا قلت إن شهر رمضان
هو شهر المغفرة، هل معنى ذلك أن الله عز وجل لا يغفر لأحد طول العام؟ ليس بصحيح. لكن شهر رمضان شهر ميزه الله عز وجل بهذه الخصيصة وهذه الميزة. لو قلنا بأن شهر رمضان رحمة، فهل معنى ذلك أن رحمة الله عز وجل تقتصر على شهر رمضان فقط، أم أن رحمة الله عز وجل في كل وقت وحين ووسعت كل شيء؟ لا شك أن رحمة الله عز وجل موجودة في كل وقت وحين وتسع الكائنات والمخلوقات كلها. فليس معنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رمضان أوله رحمة، ليس معنى ذلك أن الرحمة لا تدخل في العشر الثانية ولا العشر الثالثة. وليس معنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوسطه مغفرة أن العشر الأول تخلو من المغفرة، وكذلك العشر الأواخر تخلو من المغفرة. وليس معنى ذلك أيضا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخره عتق من النار، ليس معنى ذلك أن هذا لا يحدث في العشر الأوائل ولا في العشر الأواسط، بل إنه ثبت أن الله عز وجل له في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. إذن هذا الحديث صحيح في معناه، صحيح في مضمونه، صحيح في مفهومه، ولا يدل هذا الحديث على أن هذا الأمر يقتصر على أيام وليالي بعينها، بل إنها ممتدة طول الشهر. لكن الله عز وجل يفضل بعض الأيام على بعض، كما أن الحق تبارك وتعالى فضل بعض الرسل على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض. فهذا تفضيل، لكن ليس معناه أنه ينفي هذا الأمر عن باقي العام أو عن باقي أيام الشهر. هذا بالنسبة للحديث. والحديث الذي ذكرته وقلت فيه بأنه إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله عز وجل إلى عباده، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، فهذه نظرة رحمة تكون في أول ليلة من ليالي رمضان. ونسأل الله عز وجل أن يعمنا بفضله ورحمته في الشهر كله إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. شكر الله لكم فضيلة الدكتور محمد طه رمضان، إمام وخطيب جامع السيدة نفيسة رضوان الله عليها وأرضاها. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. أستاذنا الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سابقا، شكر الله لك يا أستاذنا وبارك الله فيكم. الشكر موصول للقارئ والمبتهل الشيخ عماد النجار على هذا الجهد الكبير الذي قام به معنا في هذه الحلقة. وكل عام وأنتم بخير مشاهدينا الكرام في هذه الأيام الطيبة وفي هذه النفحات الطاهرة. خير ختام القرآن الكريم، آيات كريمات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عماد النجار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، حتى ذلك الحين دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا
وشكورا. صدق الله العظيم.